قصد مضاعفة سعة استيعاب الولايات السياحية للمواطنين من داخل الوطن وخارجه، اتجهت السلطات المحلية بمختلف الولايات إلى منح تراخيص للسكان الراغبين في كراء منازلهم تشجيعاً لصيغة الإقامة لدى الساكن، والتي تكون دون فرض أي ضريبة عليهم. قمنا بإحصاء أكثر من 3000 سكن يتم إيجارها، وبالتالي تحركت مديرية السياحة بالتنسيق مع البلديات من أجل التعريف بالفورمول إن صح القول تاع الإقامة لدى القاطن، وبالتالي هو لا يعتمد على اعتماد أو انغريمون، ولكن يعتمد على رخصة يتم الحصول عليها من مستوى البلدية، ولكن بناء على لجنة. الناس هيبتها لأن ما فيها حدا اون تاكس تخلصها أو دمغة أو تيفيا، ولكن هي مجانية 100%. خلقت هذه الصيغة من أجل التشجيع والتخفيف على المؤسسات الفندقية وخاصة الفناء والمنازل المحاذاة للشواطئ أو للبلديات الساحلية. الناس يعني أو شاغلي هذه المنازل أصبحت تعطي أهمية وأولوية لهذه الصيغة. محمد واحد ممن استفاد من هذا الترخيص، أين يقوم بكراء منازله بعد تجهيزها بكل ما يحتاجه السائح خلال عطلته. أنا كانت عندي دار كبيرة وسعتها، حبيت نستقطب السياح، وهذه الدار درت لها كامل الإمكانيات واش يستلزم المستلزمات تاع السياحة، وطلبت مديرية السياحة باش يعطوا لي رخصة، وجاوا لعندي الحمد لله وعجبهم الحال، وطلبوا مني نزيد المرافق في داري، وكي كملتها كل شيء الحمد لله عطاو لي الرخصة، والحمد لله عندنا درك 3 شهور ان شاء الله رانا في العمل ان شاء الله. الناس تحبها بزاف باسكو هي لو كو دو لوكاسيون تجيها موان شار رخيصه. الإقامة لدى الساكن صيغة جديدة تستقطب عددا كبيرا من السياح لأسعارها المنخفضة مقارنة بالفنادق، إضافة إلى كونها ترفع السياح بمختلف الولايات.